طب والله العظيم يعني لعيبه، يعني لعيبه ايه ده؟ انتوا لعيبه عاله ومحتاجين رجاله عشان تلعب معاكم. يعني انتوا مستني، يعني خليتونا زينا زي الزمالك. ما هو دلوقتي اتقسمنا نصين، نص طالع، ما هو نص طلع عمل عبيط خلاص مش هيتكلم عن الماتش، ونص طالع يقول لك ما هو الزمالك خرج من بني عبيد. شفت وصلنا لايه؟ يعني بقينا زيهم، اتزملكنا خلاص زيهم. نص عمل عبيط نتكلم على المنتخب وخلاص، مش هنتكلم على الماتش احنا ولا كاننا شفنا الماتش. والنص التاني يقول لك ما الزمالك خرج من بني عبيد قبل كده. طب انت بصيت للفريق بتاعنا ده؟ طب حسين الشحات، ما هو حسين الشحات لعب ماتش الزمالك حلو. ما هو بعد ماتش كاس العالم للانديه الكره اللي ضيعها بعد الانتقادات، لعب ماتش الزمالك حلو وهوبا طلع السما. هوبا مش هنشوفه تاني، معلش ده اصله ده مصاب. طاهر اول ماتشين الموسم اللي فات لعبهم حلو، فهيتنيه عايش عليهم سنتين ثلاثه قدام. جراديشار ده المحترف اللي بياخد فلوس بالدولار. داري المصاب عندنا برضو بياخد، واخد مكان عندنا وبياخد فلوس. العيش الصفقه اللي احنا جبناه، مرعي الصفقه اللي احنا جبناه، كوكا بيلعب اساسي اصلا. مين تاني؟ ما كلهم اساسيين. طب ما انت هتيجي تقول لي ده الفرقه التانيه اللي طالع، يقول لك ده الفرقه التانيه. يا جدع حرام عليك، الفرقه التانيه ايه؟ الفرقه مين اللي هناك اصلا؟ هم ثلاثه اللي هم واخدينهم خلاص، هم اللي وقعوا الفرقه. يعني يا عمي كنا يعني من مصرية للاتصالات، يعني اللي بيلعب درجه تانيه. طب ما لو حد بيلعب في درجه اولى وخسرنا كنا هنقول عادي. او لو انت داخل زي كاس الرابطه بيلعب بنص، ما هو برضه كاس الرابطه كان معظمها من الناس الاساسيه. هو مش حسين وطاهر والناس اللي واخدين افريقيا؟ يعني حسين وطاهر دول الناس اللي واخدين افريقيا، وعندك جراديشار وداري دول محترفين. عايز يعني انت عايز عشان تكسب عايز ايه؟ طيب اصل ما الناس ما طلعش تدلس وخلاص. خسر مين اللي يعني؟ انت سايب اشرف داري وسايب جراديشار وسايب حسين ب 30 مليون في السنه بيعمل لك ماتش كل سنه واحد. يعني ماتش العين، ادي ماتش الزمالك، خلاص هو ماتش واحد في السنه اللي بيعمله. طب نعمل ايه طيب؟ نعمل عبط طيب ونقعد نتكلم على المنتخب ونشوف حسام حسن ونشوف افريقيا ونسيب بطوله يعني دي البطوله التانيه الاساسيه في مصر. يعني خلاص نعمل عبط ونتكلم على المنتخب ونسيب الماتش ده. طب هو في كوره؟ يعني عمر كمال ده يعني مش فاهم، ومحمد شكري برضو، كل اللي احنا يعني كل دي صفقات جديده وناس اساسيه. ما تقنعنيش ان دي الفرقه فرقه تانية ايه، ولا البودلة ولا فرقه تانية، دول اساسيين، دول واخدين افريقيا. ما تحرقوش دمنا على الفاضي، الناس ما بتعرفش تباص. الناس بتلعب المصرية للاتصالات وتوصل وقت بدل ضايع وتخسر اصلا من فرقة درجة تانية عادي. يعني الناس التانية عندها روح. في ناس طلعت غريبة قوي بتقول لك والله العظيم ده اصل المعنويات عشان ما راحوش يعني ايه ما راحوش المنتخب؟ طب ما يثبتوا نفسهم اصلا عشان يلعبوا في النادي اصلا، ما يكملوا في النادي مش عشان يروحوا المنتخب. اللعبة دي ما تكملش في النادي حرام. يعني اصلا مهيب طلع امبارح وقعد يعني هو اصلا ما بحبش اي زملكاوي يتكلم على الاهلي، بس ما علينا، قعد بقى ايه يرمي لتحت للكابتن محمد عمارة. ده المفروض انه اهلاوي. قال له يا كابتن المفروض سبعة تمانية من دول يمشوا. قال له مين اللي يقعد؟ قال له حسين وطاهر ومحمد شريف، ولا من عارف حسين وطاهر ومين، والله التلاتة ما يقعدوا اصلا. قال له حلو، يعني الباقي يمشي. قال له انت عايز تلبسنا على الهوا؟ يعني ما تقول كلمة حق، ما تقول كله يمشي عادي. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني مش هتشتغل في النادي؟ عنك ما تشتغلش في النادي. يا كده انت بتحب النادي، وانت لما تضلل بس او ما تقولش كلمة الحق، ده المهم عندك تشتغل في النادي او اي حاجة تبع النادي او تطلع في التلفزيون. ما تقول كله يمشي. يعني انت قلت له سبعة تمانية يمشوا، قال له طب مين اللي يقعد؟ قلت له اتنين. قال لك طب ماشي، طب والباقي يمشي؟ رجعت قلت له لا ده لعيبه كويسه جدا. فين اللي كويسه جدا ولا ربع جدا؟ فين بس؟ اصل وصلنا قال له ده بني عبيد خرجت الزمالك، والتانيين يردوا بتدخل الزمالك. ايوه بندخل الزمالك ليه في الموضوع؟ بندخلهم ليه طيب؟ احنا وحشين واللعيبه كلها ما بتعرفش تباصي، والله العظيم اللعيبه ما بتعرف تباصي. اننا خرجنا من كاس مصر هنكمل كده؟ هنستنى الفرقه الاولى اما تيجي؟ فرقه اولى ايه؟ ما دول اللي كانوا بيلعبوا دول ايه؟ ما تقنعنيش ان هم فرقه تانية ولا احتياطي اصلا. والله ما هم احتياطي اصلا. وانت بصيت طيب؟ بصيت حسين الشحات مجدد بكام؟ بصيت جراديشار بياخد كام؟ بصيت اشرف داري اللي جاي لنا مصاب اصلا وعلى طول مصاب، وهتلاقيه طلع اتغير اصلا بمصطفى ما العش. طب ما انت العش مش عارفين بقى جايبينه اصلا باك شمال ولا جايبينه سيرد باك ولا جايبينه ايه طيب؟ العش ما هو طلع اكيد شكله اتصاب. ما هو انت طلعته ليه؟ ده هو كان يعتبر مثلا كويس عن احلى الوحشين. كوكا ما تعرفش هو بتلعبه فين. طب ايه طيب؟ يعني حرق الدم وخلاص. يعني انا والله يا بخت الناس اللي عملت عبيطه. اصل في ناس طلعت تحلل الماتش اصلا
بعد ما الماتش، طب انت طلعت تحلل ايه؟ ما هو مفيش كوره ولا في اي حاجه. لعيبه اصلا محتاجه لعيبه محتاجه تباص. فانت طلعت تحلل ايه اصلا؟ ما اعرفش. يا بخت بقى الناس اللي عملت عبيطه، والله العظيم، ولا كان الماتش اتلعب اصلا. يعني ما فيش، يعني ما كانش ينفع ولا كانوا اتلعب. نطلع نتكلم على المنتخب، خلاص احنا اتأهلنا خلاص، خلاص خلصنا المجموعات وتأهلنا دور ال 16 في افريقيا. نقعد نتكلم بقى على حسام حسن والمنتخب وشويه رزيجيه وشويه الناس العسل دي، ونسيب بقى خلاص الاهلي. يا بخت الناس بقى دي سابت الماتش خالص وقعدت تتكلم على المنتخب وهنعمل ايه. طب الاهلي، طب المفروض كنا بنستنى يعني في كل التوقفات كان الاهلي بيوحشنا. طب بنلعب كاس الرابطه، معلش اهو ناشئين، نص ناشئين ونص اساسيين ونص مش عارف ايه ونص بيجرب. فقلنا مش مهم. كاس مصر ننسحب منه من سنتين وما نخشش السنه اللي بعدها مش عارف ايه. طب ما نخشوش يا عم. طب احنا دخلنا ليه؟ اصل بيقول لك بيجرب الناس. يجرب مين؟ بيلعب بالاساسيين. والله ما تجربه. حرق الدم على الفاضي، يعني حرق الدم والله. خلينا بقى ورا يعني خلاص، ولا كاننا لعبنا كاس مصر، كاننا لسه ما لعبناش بقالنا سنتين ثلاثه ما بنلعبوش. خلاص كاننا ما بنلعبش. خلينا في المنتخب بقى ونشوف هنعمل ايه.